السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة زيارتي لأحفادي عشان يعرفوا عن عام الفيل. هحكي لهم عن عام الفيل، ليه سمي بهذا الاسم وإيه هو عام الفيل. طبعا إحنا عارفين إن مكة أو الكعبة الشريفة موجودة في مكة، ومكة طبعا في السعودية. طبعا الناس بتطوف حواليها للتعبد إلى الله سبحانه وتعالى. على فكرة ده كان في أيام الجاهلية وكمان كان في أيام الإسلام. الطواف حواليها هو تعبد إلى الله سبحانه وتعالى. فكان في ملك اسمه أبرهة، ده موجود في اليمن، والملك ده كان ما بيحبش الكعبة خالص، وكان راجل كافر ووحش، وكان متضايق جدا إن السعودية أو مكة تكون فيها الكعبة. فعمل لنفسه حاجة كده زي معبد بشكل الكعبة، وقال للناس تيجي تطوف عندي. طبعا محدش راح طاف عنده، فقال خلاص احنا نهد الكعبة عشان نجبر الناس على ان هي تيجي تطوف عندي انا. فخد الجيش بتاعه وخده، وكان معاه كمان فيلة عشان يهدوا الكعبة. فطبعا سبحان الله وتعالى حامي البيت وحارسه هو الله، هو حامي البيت. فلما اهل مكة معرفوش يتصدوا لأبرهة، لان طبعا معاهم فيلة ومعاهم حاجات يضربوا بيها وهكذا، حاجة اسمها منجليق وكلام من ده، ان هم يعني يهدوا بيها الكعبة. فربنا سبحانه وتعالى أنقذ بيته الحرام، وأرسل أولا خلى الفيلة تبرك، يعني ما تتحركش، تنام في مكانها، تقعد في مكانها. تاني حاجة ربنا سبحانه وتعالى بعت طيور. الطيور دي كانت تحمل حجارة من جهنم، فكانت لما بتقع على حد كانت بتحرقه وتموته. فطبعا اتهزم جيش أبرهة وأبرهة مات، وكده ربنا سبحانه وتعالى حمى البيت الحرام. في هذا العام اللي سموه بعام الفيل، طبعا نتيجة وجود أبرهة بالفيلة، اتولد الرسول عليه الصلاة والسلام في عام الفيل. فربنا سبحانه وتعالى جعله موعد لمولد النور. الرسول عليه الصلاة والسلام جنة وجه معاه نور الإسلام ونور الهدى. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا رسول الله. كده يا حبيبتي أنا عرفتك طريق أو معنى كلمة عام الفيل. زي ما قلنا يا حبايبي، اتولد سيدنا محمد في عام الفيل، وطبعا بعد هو اتولد يتيم، باباه مات قبل ما يتولد، ومامته بعد ما ولدته كان المفروض هترضعه مرضعة. المرضعة اللي خدته مين؟ المرضعة اللي جت وخدته كانت اسمها حليمة السعدية. حليمة السعدية كانت ست فقيرة جدا، وكان بيتها ما فيهوش خير خالص. وأول ما خدته وروحت بيه، هي ما كانتش عارفة هتعمل ايه، بس هي عشان تاخد فلوس وعشان تعرف تعيش في حياتها وكده، لدرجة ان كانت المعزة بتاعتها ضرتها ناشفة جدا، يعني ما بتجيبش لبن. لما دخل سيدنا محمد وهو طفل رضيع بيتها، بصت لقيت المعزة بتاعتها ضرتها اتملت لبن وبقت تشرب وتاكل هي وولادها. فطبعا حست ان الطفل ده مش اي طفل، ده طفل حلو قوي، وطفل وجه خير عليها ووجه سعادة لبيتها. فلما جه وقت الفطام ما كانتش عايزة تفطمه. طبعا والدته توفت وهو عنده 6 سنين، واللي تولى بعد كده رعايته جده بقى اللي هو عبد المطلب، وبعدين عمه أبو طالب عليه الصلاة والسلام. خلى الناس تعرف الفرق بين النور والظلام، خلى الناس تعرف إن الإله إله واحد، وإن كل الأصنام اللي كانت الناس بتعبدها ساعتها ملهاش أي لازمة خالص، لا تغني ولا تسمن من جوع ولا تسمع ولا تستجيب، فكيف إزاي الناس تعبدها يعني؟ فطبعا غير مجرى الدنيا وغير مجرى التاريخ كله بسبب الرسول عليه الصلاة والسلام، لما جه وعرف الناس الحق من الباطل، وعرف الناس إن هم لازم يعبدوا الله الواحد الأحد. فطبعا الرسول عليه الصلاة والسلام لما بقى عنده 40 سنة نزل عليه الوحي، وهو كان بيتعبد في غار حراء. ولم يكن الرسول عليه الصلاة والسلام يسجد لصنم قط، ما سجدش طول عمره خالص. واللي برضه ما سجدش طول عمره خالص لصنم سيدنا علي رضي الله عنه، اللي هو ابن عم الرسول عليه الصلاة والسلام. عشان كده لما بنيجي نقول سيدنا علي بنقول كرم الله وجهه، لأنه هو لم يسجد بوجهه إلى صنم قط.
وكان الرسول عليه الصلاة والسلام في غار حراء وقت نزول الوحي عليه. فطبعا هو كان بيروح لأنه هو يعبد، إن حاسس إن في إله، ولكن هو كان بيقول يا رب وبس. ولكن لما جه نزل عليه الوحي وقال له اقرأ، فقال له أنا ما أنا بقارئ. وطبعا روح البيت وهو كان يرتجف وكان بيرتعش من الخوف، وكان أيامها متزوج من السيدة خديجة رضي الله عنها، فخدته لابن عمها اللي هو ورقة ابن نوفل. وده كان من الناس اللي عندهم، كان من الناس اللي هو زي اللي عنده كتاب يعرف عنه مين الأنبياء اللي هتيجي. قال له انت هتبقى نبي منتظر، النبي اللي جاي لهذه الأمة، وانت هيطردوك من بلدك، هيخرجوك منها. قال له هيخرجوني؟ قال له أيوه هيخرجوك منها. فطبعا الرسول عليه الصلاة والسلام كان مرتبط بمكة جدا، عشان كده حتى وقت الهجرة كان متضايق وزعلان. ولكن طبعا هيعمل ايه بقى؟ جاله الأمر بالهجرة علشان كانت الناس الكفار هيخشوا بقى معاهم في قتل وتعذيب للمسلمين وإهانة فكانت الهجرة للمدينة من مكة إلى المدينة. وكان الرسول عليه الصلاة والسلام هاجر هو طبعا، وكان معاه سيدنا أبو بكر، وكانوا راحوا في غار الثور، وكان ربنا سبحانه وتعالى حماهم. كان طبعا الكفار بيجروا وراهم عشان يعرفوا طريقهم فين، ولغاية ان هم ما وصلوا غار الثور، ولكن ما شافوهمش، على الرغم ان هم كل واحد فيهم لو بس تحت رجليه كانوا هيشوفهم، كانوا هيشوفوه. ده الكلمة اللي قالها سيدنا أبو بكر لسيدنا محمد لما قال له لو نظر أحدهما إلى تحت قدمه لرآنا. ولكن قال له ايه الرسول عليه الصلاة والسلام؟ قال له ما حسبك باتنين ثالثهم الله. فيبقى هو الله هو الحافظ، فربنا بيحفظ البني آدم طالما أن البني آدم مع الله طبعا، وده رسول الله. فطبعا هم اتبنى حواليهم في دقايق شبكة من العنكبوت عشان تقول إن مفيش حد دخل هنا. وكان في كمان حمام بايض وقاعد، ده معناه إن إيه؟ لو في حد دخل الحمام هيخاف ويقوم. فكانوا بيدل على ان الغار ثور ده ما كانش فيه حد دخل فيه. فكان الكفار شافوا قالوا ده ما فيش حد هنا، ومشي وسابوهم. وده من حفظ الله لسيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. ده كان جزء بسيط من حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن شاء الله نبقى نكملها في حلقات بعد كده. ولكن إن شاء الله هنقول بعض قصص الأنبياء في مرات جاية كتير. وسلام عليكم.